السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ واحد الحقيقة لما الأهلي بيتغلب آه بيبقى يعني بيحس كده بسعادة كده، تحس إن الدنيا حلوة، تحس إن أنت لو كان عندك مشكلة ولا حاجة نسيتها، لو في حاجة مضايقاك تغاضيت عنها، لو في واحد مضايقك ولا حاجة بتتسامح، يعني الدنيا يعني الأهلي لما بيتغلب بتبقى الدنيا حلوة في نفسنا كده، ما أعرفش يعني ما مش والله مش مبالغة يعني. إحساس كده حتى الواحد إحساس أو بتنتابه حالة هو مش يعني بعيد عن إرادته يعني. ف الأهلي اتغلب، والماتش اللي فات كان زي الزفت، وفي ماتشات الدوري بيتسند، لأن الأهلي واقع، الأهلي واقع، الأهلي مش عارف يغير جلده ويمشي لعيبة من عنده، من ديانج بقى لحمدي فتحي لمحمد عبد المنعم، ومش عارف يجيب البديل الكفء. فدي فرصة لمجلس إدارة الزمالك اللي مش عايز يبقى على قد المسؤوليه. انا ما اعرفش يعني، انا مش عارف يعني، دي فرصتك تعمل فرقه وتكون فرقه تقعد معاك 3 4 سنين. الاهلي وهو في مرحله تغيير جلده دي ومحتاس مش عارف يعمل ايه بالدولارات اللي عنده قد كده من البطولات الافريقيه، انما مش عارف يجيب صفقات، مش عارف يجيب لعيبه. تمام. فمجلس اداره الزمالك ساكت ليه كده يعني ما فيش فلوس، ما فيش فلوس. ما انا قلت لكم يا جماعه ديروا الكوره بطريقه مؤسسيه علشان رجال الاعمال تقف جنبكم. هو الاهلي دوت ما بيقفش جنبه رجال اعمال؟ مش هو بيخش له دولارات من الكونتيننتال والفونتيننتال؟ لا، رجال الاعمال بيساعدوا، رجال الاعمال بيساعدوا، بس عارفين ان الاهلي بيديرها بمؤسسه، بيديرها بطريقه مؤسسيه محترمه. لجنه كوره سكاوتنج، لجنه تعاقدات، مدير تعاقدات لوحده. يعني انا عايز اعرف انتوا ما بتعملوش كده ليه؟ ولا انتوا عاملين مسميات عندكم خلاص بس مجلس اداره نادي الزمالك؟ فان شاء الله باذن الله يعني هو لولا طبعا الحكام في ماتشات الدوري واخيرا الماتش الاخير دوت ما كانش الاهلي بقى عنده 18 نقطه دول. ولما رضا عبد العال طلع اتكلم وقال ان الاهلي المفروض يبقى حق ربنا 8 بونت عنده او 9 بونت، كان عنده حق، كان عنده حق. نادي الزمالك بقى اول ماتش جروس يبان فيه بصماته كان الماتش بتاع اول امبارح، اللي هو بتاع الزمالك وحرس الحدود. جروس بصماته بانت في حاجه واحده بس، عدم التزام اللعيبه بمراكز معينه، عدا الاثنين سيرد باكات، حتى الباكين والجناحين كانوا بيبدلوا مع بعض. الشيفتنج اللي كان ابرز كان ما بين الثلاثه اللي ورا المهاجم، اللي ورا حسام اشرف، الحقيقه زيزو ومصطفى شلبي ووراهم عبد الله السعيد كانوا حاجه فوق الممتازه. وكان جروس كمان، يعني هو جروس بيلعب على الورق 4 2 3 1 بصنع لعب اللي هو عبد الله السعيد، بس جروس طلع من محمد شحاته بلاي ميكر تاني، فبقى بلاي ميكر اسمه محمد شحاته بلاي ميكر، وعبد الله السعيد بلاي ميكر، عشان ده يلعب بلاي ميكر وده يزيد مع الفراوده او العكس. وكان الغالب ان عبد الله السعيد كان هو اللي بيقرب من الصندوق. دي الحاجه الجديده امبارح واللي اكتشفها جروس. الحاجه التانيه ان هو عايز يلعب تايك وفتوح، برضو ده جناح وده باك والعكس. الحته اللي ناقصه زيزو وعمر جابر، بس عمر ما يقدرش يعمل كده، يعني عمر هيبقى الماتش يعني اي مجهود ده هيبقى زياده عليه، ولذلك امبارح هو تعب شويه. وجروس ما شغلش الناحيه اليمين، ما شغلش الناحيه اليمين، عشان كده نزل شيكابالا، عشان يقدر يمسك كوره في الحته دي، يهدي الحته دي شويه. لكن ما زال جروس ما بيعملش الكره الثانيه. وقلنا الكره الثانيه دي يعني ايه؟ يعني تبقى انت معاك الهجمه، حضرتك معاك الهجمه وبتنقلها وبتطورها وبتيجي تنهيها تتقطع، لازم انت تاخدها تاني، هي دي الكره الثانيه.
مش هسيبها لغايه ما تيجي في نص ملعبك وتقطعها. هو جروس بيعمل كده، جوزيه ما كانش بيعمل كده. جوزيه كان الكره الثانيه كانت بتاعته. جروس لا، جروس الكره اتقطعت منك تحلق وترجع مكانك تاني، اللي هو محفظهولك، اللي هو محفظهولك. لو الناس القديمه فاكره ان كان في مربعات في الملعب، الملعب كان متقسم 8 مربعات، 4 في المنافس و4 للمنافس. جروس محفظهم، كل واحد مركزه ايه. طب ليه نسيب الكره تتنقل كده؟ ليه الفرقه التانيه تمسك الكره وتنقلها وتخش وسط تلت الملعب بتاعك؟ ليه؟ دي طريقته ومش هيغيرها، وبرده مش هيغير حته ان ال 14 لعيب اللي بيفرمهم. ادينا شفنا هوت عبد الله السعيد عنده اجهاد في العضله، و الونش في التمرين قبل في التسخين اتصاب. تمام. فاللعيبه غير ان هو ما بيديهمش راحه بعد كل ماتش، فالاحمال التدريبيه عليهم كتير. فدي نقطه مش عارف بقى هل هو سامح لحد من مجلس التراتير ده يكلمه ولا ايه، ما اعرفش يعني. لكن دور امير عزمي مجاهد كده، لازم امير عزمي مجاهد يتكلم معاه في الحته زي دي، لان الزمالك ما عندوش بدائل كتيره. الزمالك السكاوننج بتاعه يعني يا دوبك، يعني الزمالك الفرقه بتاعته يا دوبك، ما عندوش البديل اللي يقدر ينزل. يعني دونجا مش موجود الماتش الجاي، لازم ناصر ماهر يكون جاهز، اللي هو بكره لازم ناصر ماهر يكون جاهز. بالتوفيق ان شاء الله نادي الزمالك. وادينا هو خلاص فاضل لنا حوالي 12 يوم ولا شوف كام يوم بقى على نهايه الشهر لغايه لا حوالي 22 يوم 25 يوم. اما نشوف هم مكتمين على ايه. اللي انا اعرفه ان في صفقه هاف ديفندر خلصت، اللي هي حماد مش فاكر اسمه ايه كده، بتاع الولد بتاع زد باين، مش فاكر اسمه ايه، حاجه كده مجاهد ولا حاجه مش عارفه ايه يعني، معرفش. لعيب كويس، مش فاكر اسمه ايه بصراحه. وهو ده الحلقات اللي خلاص كل يوم بن شرقي بن شرقي بن شرقي بن شرقي. طب ما انت جبت فرده نايمه اسمها مشلاك، ما دفعتش لبن شرقي ليه وجبته ليه؟ وكان مستني. خيبه، 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 والله العظيم 3 خيبه، والله العظيم 3 خيبه. يلا احنا عايزين نادي الزمالك يبقى في احسن حال ان شاء الله، وبكره باذن الله الماتش ده تحصيل حاصل. ما اعرفش الاهلي بقى لما اتغلب كده هيبقى ايه بقى، هيبقى حزبيس تاني ولا ترتيب المجموعه ايه؟ ده كان المفروض اخر ماتش بتاع الاهلي النهارده. ما اعرفش بقى اتغلب، هل كده هو وصل ولا وصل وطلع تاني المجموعه عشان يقابل اول مجموعه؟ تبقى حلوه دي. اكيد اول مجموعه هيبقى فرقه عاليه يعني. مش عارف يعني، لكن احنا نتمنى من كل قلبنا ان احنا نتفرج عليه خارج البطوله الافريقيه، ماشي. ومش عشان حاجه ولا عشان حقد، لا 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 لا، عشان هو عدل ربنا كده، هو عدل ربنا كده. نادي منفوخ اللي نفخه اللي حواليه، لولا اللي حواليه ما يبقاش نادي منفوخ. ده المذيع اللي اسمه وليد الكاشف في الماتش بتاعهم بتاع الدوري كان مع علاء بتاع اللي كان بيدرب الداخليه، اسمه علاء ايه، ده بيغني لعيبه الاهلي. امام عاشور السطور اسمه ايه ده ينزل السوليه يقول لك ابو ليلى نازل، ابو ليلى، والنينجا حسين الشحات، وايه ده، ايه ده، ايه ده، وقوفه، ايه ده. انتوا ازاي شغالين مذيعين وازاي سامحين لكم تطلعوا على الشاشه تقولوا كده؟ كابتن علي زوار رحمه الله عليه ده كان اهلاوي، كان بيلعب في الاهلي. ميمي الشربيني كان بيلعب في الاهلي. حسين مدكور كان بيلعب في الاهلي. عمرنا ما حسينا ان الناس دي بتمدح في الاهلي وهو بيلعب. عمرنا. كابتن محمد لطيف، كابتن علاء الحمولي، كابتن احمد عفت، مش عايز انسى حد، كابتن حماده امام، عمره ما يذيع ماتش للزمالك، كلهم يذيعوا ماتشات الزمالك والاهلي، عمرنا ما نحس ابدا الا ده، الا وليد الكاشف ده المذيع نفسه هيرقص بيدلع لعيبه الاهلي، ابو ليلى وابو حمدي وابو حنان
والنينجا والعاشور والساطور ايه ده؟ ايه ده؟ طب اوفا ده امه بتدلعه وبتقول له يا اوفا في البيت، انت امه؟ ايه دي البلاوي اللي احنا عايشينها؟ الكره المصريه بايظه في مصر، والله العظيم ثلاثه الكره المصريه بايظه بسبب هذا النادي اللي مش محتاج بالفئة على فكره ان حد يسنده ماليا، وعنده لعيبه وكل نادي كبير، اكبر ناديين في مصر، لكن هو لازم وهو واقع لازم يتسند لحد ما يعدي الدور الاولاني ويجي يناير. ماتش السعوديه، ماتش الدوري بتاع الزمالك كله عايزين يلعبوه في السعوديه. قسما بالله يا حسين يا لبيب، لو ما خدت قرار انت ومجلس ادارتك، ما هو انت السنه اللي فاتت شمللت وعملت فيها المحمدي عشان الحكام ظلماك. لا يا عم تشمل المره دي بقى وما تلعبش الدوري لو رحت السعوديه، لان السعوديه الشيخ تركي آل الشيخ طال عمره مش عايز يزعل، عايز يجيب هناك الماتش هناك وبالفلوس، مجلس الادارتين بالفلوس، والحكام يظبطها وكل حاجه زي الفل، واللي على مزاجه يتعمل. وحصل كده وضاع من الزمالك الكاس السنه اللي فاتت، رغم انه كان الاحسن، كان هو الابر هاند في الماتش، لكن ضاع منه بسبب كره جون اسمه بتاع امام عاشور، الاوفسايد، الجون الاوفسايد اللي الفار اللي الحكم لغاه، وكلم هو الفار في التليفون واحنا قاعدين واحنا شايفين، كلنا شايفين، وكان بيعمل كده. كلموا راحوا منادين الحكم وراح حاسب الهدف. فعايزين تعملوا كده تاني؟ عايزين تعملوا كده تاني؟ كله عارف ان الاهلي واقع، كله عارف ان الاهلي واقع. بينالتي، بينالتي في الماتش الاخير بتاع قدام الاهلي، والله ما عارف كان مين كان بيلعب مين اللي غلب 1-0 ده، والواد مشدود وما حسبهاش، وما حسبهاش. طب هو ينفع الكلام ده يا جماعه؟ وتيجي تقول له أصل انتوا مالكم بينا، انتوا نظريه مؤامره ايه يا ابني انت وهو يا ابني؟ مؤامره ايه؟ ما انتوا شايفين قدامكم كل حاجه، هو مؤامره ايه؟ مؤامره ايه اللي احنا بنقول عليها؟ والزمالك بيستند من الحكام ازاي؟ ما كانش يبقى الحال 15 دوري، ما كانش يبقى الحال، ولا 14 دوري ما كانش يبقى الحال، ده انتوا 44 دوري. ايه يعني؟ في ايه يعني؟ مش فاهم انا يعني ايه يعني؟ الدنيا كلها عارفه يا حبيبي انت وهو ان انتوا بتكسبوا بالحكام وباتحاد الكوره وبلجنه مسابقات. الله، ده عامر حسين مشي على عينكم، قلبكم بيتقطع، اللي كان بيظبط لكم الدوري والماتشات. طب ما بيراميدز اهو، هو راجع من افريقيا، حصل مشكله في الاحوال الجويه والطياره نزلت تاني واتاخر، وطالب ان هو ماتشه كان يتاجل، مش عارف كان بيلعب مع مين، رابطه الانديه رفضت. ماشي، قال لهم ماشي مفيش مشكله، بس ولا فرقه بعد كده لا زمالك ولا اهلي يتاجل له ماتش. انتوا اللي بتعملوا كده، انتوا اللي بتعملوا كده. ما انتوا مأجلين ماتش للاهلي اللي كان مع انبي، ده لاعب ايه مش عارف ولا لاعب مين الاهلي، اتاجل له ماتش. بتاجلوا له ماتش ليه؟ هنرجع تاني نجيب ميكائيلين تاني؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.